الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. دكتور ناصر الكلاوي الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، يمكن قصر محمد علي في شبرا الخيمة بيكون من أهم الآثار اللي بتنتمي للعصر الحديث، أو يعني من أهم الآثار اللي بتنتمي لأسرة محمد علي. لكن القصر بيحمل معاني تاريخية وبيحمل خلفية تاريخية مهمة جدا للمنطقة. فعليا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، ان بدأ في عهد أسرة محمد علي بداية من 1805 ان هم اتجهوا لاستيراد طرز من أوروبا، من تركيا ومن دول غرب أوروبا، وتنفيذها في مصر. فالقصر ده بيمثل طرز اللي هي موجودة في اسطنبول في تركيا في الفترة دي، وهي عبارة عن مجموعة من الأكشاك تحيط بها الحدائق. واتجه محمد علي في الفترة ديت للبناء في منطقة شبرا، حيث كانت خارج النطاق العمراني لمدينة القاهرة، وكان بيهدف إلى تحقيق عدة نقاط من بناء في هذه المنطقة، اللي هو تعميرها، وفي نفس الوقت البعد عن ضوضاء القاهرة وعدم إثارة حافظة الشعب المصري في الفترة ديت. كان بيريد إرسال رسالة لضيوف مصر من خارج إن هو بيبني دولة حديثة، بالإضافة لأن الجو في المنطقة دي معتدل طوال العام. يمكن شبرا الخيمة كانت منطقة ريفية، ما كانتش زي دلوقتي منطقة سكنية مكتظة بالسكان. هل محمد علي اختار المكان دوت علشان يبقى بعيد عن الضوضاء العاصمة للاستجمام هو والأسرة المالكة، ولا كان لتعمير المنطقة، ولا كانت ايه الأسباب الخاصة بقى مش الأسباب السياسية؟ هو حضرتك هو القصر ده ما كانش مكان للإقامة، هي الإقامة كانت في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ولكن هذا القصر كان بيتم توظيفه واستغلاله لتجارب الحدائق المحيطة به، كتجارب بيجرب فيه الزراعات الحديثة قبل ما يعممها على قطر مصر كله، بالإضافة إلى مقابلة ضيوف مصر في الفترة ديت. وفي نفس الوقت هو لو أراد عمل حفلات فبيبقى بعيد جدا عن المجتمع القاهري في الفترة ديت، فمش هيصير حافظة الشعب المصري. دكتور ناصر الكلاوي الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، يمكن بعد كده شبرا بقت يعني منطقة مكتظة بالسكان، لكن كانت في البداية خاصة بعلية القوم، الأمراء، البشوات. هل كان لوجود قصر محمد علي سبب رئيسي لوجود هذه الأسور حواليه؟ فعلا يا فندم، السؤال مهم جدا. ان القطعة الأرض اللي هي بني عليها قصر محمد علي في شبرا خيمة كانت تسمى قرية شبرا المكاسة بالنسبة للضرائب. وفعلا هو عشان يوصل للقصر ده عمل حاجتين مهمين: عمل مرسى على النيل، وكان بينزل من القلعة باتجاه سور مجرى العيون وياخد مركب حتى يصل إلى قصره في شبرا الخيمة. الحاجة التانية ان هو شيد شارع شبرا، وشارع شبرا ده في الفترة دي كان متنزه لسكان مدينة القاهرة، وأعطى محمد علي خلفائه تيسيرات كبيرة جدا لعلية القوم والأثرياء والشعب المصري إن هم يشيدوا قصور في منطقة شبرا، ودي كانت بداية الفعلية للعمران في هذه المنطقة. بالنسبة للقصر هو طبعا مسجل كأثر فعلا، ولكن هو بيعاني من مشكلات. قصر محمد علي في شبرا الخيمة حدثت فيه تساقط جزء، وتم صلب القصر، وينتظر توافر التمويل اللازم للبدء في ترميمه ثم إعادة افتتاحه مرة أخرى خلال الفترة القادمة إن شاء الله. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين.
ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.